أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موضوع شائك هو غياب ثقافة الاعتذار لدى معظم شعوبنا في المنطقة المغاربية. ثقافة الاعتراف بالذنب أو الاعتراف بالإساءة للآخرين تقريبا منعدمة، إن لم أقل أن قليل منا من يفكر فيها. أسبابها كثيرة، وأول سبب هو عدم الاعتراف بأنك أخطأت في حق الآخرين، وهذا حجر الزاوية. عدم الندم على أنك أخطأت في حق الآخرين. إذا تخلصت من النقطة الأولى وتحول عدم الندم إلى ندم على أنك أخطأت في حق الآخرين بقطع النظر من كان، وبعدما تندم على ما اقترفته في حق الآخرين يجب أن تمر إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية بسيطة وليست معقدة، هو أنك تفكر كيف تعتذر للآخرين. يجب أن تكون جريئا وتذهب إلى من أخطأت في حقهم وتقول: أنا أخطأت في حق زيد أو عمرو أو فلانة أو فلان، بقطع النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية، بقطع النظر عن انتماءاتهم الجغرافية، بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية. لأنك عندما تبادر وتطلب الصفح وتقول للشخص الذي أسأت إليه: أنا أعتذر لأني أسأت إليك ولأني جرحتك، والذي قمت به ما كان يجب أن أقوم به. بعدها تتقبل ما سيقوله الآخرون، ولكن على الأقل أنت تكون قد تخلصت من الذنب الذي ارتكبته في حق الآخرين، ويكون عندك جزء من الراحة النفسية. إذا كنت تمارس الرياضة فإن الاعتراف بأنك أخطأت في حق الآخرين لن يكون مشكلة، لأن الرياضة مبنية على الانتصار والهزيمة وتقبل الهزيمة بروح رياضية، فأنت تكون نفسيا مهيئ أنك تسلك الطريق الصحيح. لاحظت كثيرا في المنطقة المغاربية أن هناك البعض يشتم بلا هوادة ولا يعتذر ولا يندم، ولكن ما يؤسفني هو أن هناك الكثير من الذين يروجون هذه الأكاذيب وهذه الأراجيف وهذه الشتائم في حق شعوب منطقتنا. أنا أعتقد جازما بأن شعوب منطقتنا فيها أناس طيبون كثيرون وهم الأغلبية، وأن الأقلية التي تتبجح في الإنترنت وتشتم هي أقلية بائسة ومسكينة، هي ظلمت نفسها قبل أن تظلم الآخرين. ولكن عندما تروج الأكاذيب وتأخذ مقطع فيديو وتحاول أن تنسبه إلى دولة معينة ثم تضيف عليها الأكاذيب من أجل استنقاص الآخرين، فإن هذا يدل على أنك ناقص أو أنك ناقصة. لأن الإنسان السوي يرى مشاعر الآخرين. وإن أخطأت أخرج وقل: يا إخواني في المنطقة المغاربية في دولة كذا، أنا أقدم اعتذاراتي ولن أكررها. ولدي حل بسيط. البعض الذي يشتم في السوشيال ميديا سواء كان في تونس أو في ليبيا أو في الجزائر أو في المغرب أو في موريتانيا، هذا لا يعلم أنه تحت طائلة القانون، وأنه أي مواطن بسيط يذهب إلى أقرب مركز شرطة ويرفع قضية على هذا فسيجد نفسه وراء القضبان، لأن قوانيننا في المنطقة المغاربية تمنع الكلام الفحش في الفضاء العام، وأنت تروج لفحش الكلام في الفضاء العام، وخاصة أعراض النساء. تكذبون على النساء ليلا نهارا، تلفقون التهم للمرأة الليبية، للمرأة التونسية، للمرأة الجزائرية، للمرأة المغربية، الموريتانية، وتؤلفون قصص من حولها لتضحكوا مع أنفسكم وبئس الضحكة. أنا أقول: أيها الكرام، إن الحل بسيط.
الابتعاد عن هكذا فيديوهات ولا تقم بمشاهدتها، والغي اشتراكك إذا رأيت أحدهم أو إحداهن يشتم أي دولة في الدول المغاربية. ألغي الاشتراك مباشرة ولا تنظر إليه، وإذا كنت تعرفه من أي دولة اذهب وتقدم بقضية ضده أو ضدها حتى نضع حد لهذا النزيف الذي لا يبني منطقتنا. نحن نستحق أناس عقلاء أن يكونوا في الواجهة، لا نستحق مهرجين وكذابين ودجالين ومشعوذين ومتحيلين وناقصي عقل وعندهم أمراض نفسية ومعقدين من حياتهم اليومية، لم يجدوا في الخروج من هذه الأزمة التي يعيشون فيها إلا الشتم والثلب. وأنصح كل من يمارس الشتم والثلب عليه أن يتروى قليلا ويبتعد عن هكذا كلام فاحش، كلام غير مقبول. نحن لدينا ثقافة أسرية نريد أن نحافظ عليها. هذه الثقافة الأسرية لن نستطيع أن نحافظ عليها إذا قبلنا كلام الفحش في الفضاء العام، وإذا قبلنا أن نعرف زيد أو عمرو. يجب أن نتقدم ببلاغات ضد هؤلاء المنحرفين أخلاقيا. وإلى أن ألتقيكم في فيديو قادم، أستودعكم الله.